السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد على قناة كبسولة بيزنس. نكمل مع بعض في سلسلة إدارة التغيير. كلام النهاردة عن مفهوم اسمه سحر التغيير، وكيفية تغيير الإنسان من الفشل إلى النجاح، وتغيير السلوك وتغيير العادات. أنا بتكلم في هذا المنطلق من ناحية تنموية للإنسان، لأن الإنسان إن لم يستطع التغير فهو مش هينجح في حاجة في حياته، وإن هو فضل في مكانه فهو مش هيقدر يطلع قدام بتفكير شديد للتغيير، وفهمه لمعايير التغيير هي اللي بتخليه يأثر طريقه نحو النجاح. يبقى إذن فهمك لإدارة التغيير هو نجاح، فهمك لسحر التغيير أو التغيير ذات نفسه هو قنبلة موقوتة بتوديك للنجاح وتجرك ليها جر. طب إزاي نتغير في ظل سلوك غير معتدل؟ إزاي نفهم التغيير؟ إزاي نتكلم عن إدارة التغيير في ضوء التحديات الشخصية وتحديات المجتمع؟ هنتكلم النهاردة في لقاء مميز عن هذا الموضوع. مبدئيا التغيير يلزمه بدايات قوية، يلزمه ان احنا نفهم احنا عايزين نتغير ليه وفي ايه. واحد يسألني يقول لي انا بعمل عادة مذمومة وعايز اغيرها، انا بضيع وقتي عايز انظم وقتي. دايما البداية لفهم التغيير هي تغيير بحد ذاته. زي مثلا لما حد يقول لك ان النجاح كل اللي يلزمك له انك تنجح، انك تاخد الخطوة الاولى الصعبة وتبدأ تستمر عليها. كل الناس هتجتمع ان النجاح انك تجتهد وتشد حيلك وتاخد بالاسباب وتوصل للنجاح عن طريق العمل. العمل لازم برضو يبقى معاه تغيير لشخصيتك القديمة عشان تعمل شخصية جديدة ناجحة تبص للمستقبل وتواجه مشاكلها. والبداية انك تاخد الخطوة للتغيير دي اول حاجة. تاني حاجة ان انت تواجه مشاكلك بكل شفافية ومصداقية وتشوف لو انا بضيع وقتي انا بضيع وقتي في ايه. طب عشان اقلل من تضييع الوقت ابدأ اعمل حاجة ايجابية، حاجة كويسة في الوقت ده توصلني لهدفي. ابدأ ابص لمستقبلي عن طريق ان انا لازم احقق نجاح في حياتي. ابدأ ابص انا محتاج اعمل 1 و2 و3 و4. دايما بقول ربط الاهداف بمخطط زمني، ودايما برضو بنأكد وبنوضح ان التغيير يا جدعان المواجهة والبدايات القوية بتحقق تغيير قوي جدا قدام. هذا هو الموضوع. ولكن مع التغيير ومع الاستمرار في عملية التغيير للوصول للنجاح في أي هدف حياتي لازم أنت تبقى عارف حاجة واحدة وموقن بيها: إيمانك بنفسك إنك هتتغير، إيمانك بنفسك بفكرتك. لو رايح تعمل مشروع وأنت موظف مرتبك الثابت اللي أنت بتاخده مش مقضيك كدخل أسري لبيتك، فأنت عايز تتغير وتفتح مشروع وتجتهد، لازم يبقى عندك عاملين مهمين جدا: ازاي تتعامل مع التغير، ازاي تاخد دراسة كافية ووافية عشان تساعدك في هذا التغير. رقم 3 الاستمرارية. اي حد ناجح ممكن يقولك طريق النجاح، بس طريق النجاح انك تدرس اللي انت عايز تنجح فيه كويس جدا ويبقى عندك قدر من الاستمرارية فيه، قدر ان انت دايما عندك الديناميكية اصلا في التغيير. يعني ايه ديناميكية التغيير؟ انك انت دائما تفكر في ماذا بعد، ما هي الفرص اللي قدامي، الفرصة دي افضل ولا الفرصة البديلة ليها هي اللي افضل، واحسب المخاطرة في دي وفي دي وابدأ ادرس ديت وديت وابدأ اخد طريقي نحو النجاح. الحاجة التانية برضو الالتزام في عملك والالتزام بالعادة الجديدة اللي غيرتها في رحلة التغيير. اي حاجة انت بتغيرها، انا كلامي بشكل عام، ولكن الكلام ده لو قسته على اي شيء
مثلا عندك مشكلة في تضييع الوقت، عندك مشكلة فشل دراسي، عندك مشكلة مش قادر توصل لنجاح في مشروع مهني، عندك مشكلة في علاقتك مع الآخرين، الناس مش متكيف معاهم بطريقة أو بأخرى. فهي دي الخطوات اللي لو قست بيها التغيير في حياتك هتوصل لشيء مميز جدا. واتكلم برضو عن استراتيجية مهمة جدا، هي استراتيجية التخطيط بالتغيير. ان انت تعمل خطة وتبدأ تقيسها على الخطة اللي انت وضعتها بعد ما تعملها. يعني انت كتبت الخطة، تبدأ تقيس انت عملت ايه من الخطة، تقول انا كنت عايز اعمل واحد اتنين وتلاتة اربعة، في السنة دي حققت كذا وكذا وكذا. وابدأ انا دوري كمخطط للخطة اللي انا عايز اوصل لها، ابدأ اراقب نفسي في تنفيذ الخطة، ويبقى عندي دور رقابي وتوجيهي لنفسي. انا نجحت في كذا، فشلت في كذا، فالفشل بتاعي عايز احوله لنجاح، ان اتغير وابص للمشاكل اللي خلتني افشل، وابدا اشوف حلول وخطوات جاده عشان اطلع من فشلي للنجاح بتاعي. كلامنا النهارده من ناحيه تنمويه ومن ناحيه التنميه البشريه المؤكده لاستراتيجيات السمات الأساسية للتغيير وسحر التغيير في حياتك الشخصية. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن طريقة بناء العادات الإيجابية، وهنتكلم عليها بشكل مميز جدا وبشكل هيساعدك جدا في تطوير حياتك، وإن أنت تشيل العادات السيئة وتبدلها بعادات إيجابية. أتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وعايز انصحكم نصيحة: خلوا عندكم استمرارية في اي هدف بتضعوه في حياتكم، عشان مؤكد ان الممكن كان صاحبه فاكره مستحيل بس هو حققه. الممكن كان صاحبه لما جه يعمله كان فاكره مستحيل بس حققه، فانت كمان تقدر تحققه. اي حاجة شايف انها مستحيلة كانت ممكن. اي حاجة انت شايف انك تقدر تعملها هتعملها، حتى لو فاكر ان انت شايفها مستحيلة. فانا اقدر اقول لحضرتك ان برضو كان في واحد فاكرها مستحيلة بس كانت ممكنة في ايده لانه حققها. فما تبصش للاستحالة وما تبصش للصعوبات، بص انك تعمل اللي عليك وتسعى وتجتهد وتاخد بالاسباب، وان شاء الله يكون النجاح حليفك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتدعيم زر الجرس وتعملوا شير لتعم الفائدة لجميع الناس. السلام عليكم ورحمة الله.